بعد حطين المدن وقعت واحده ورا الثانيه زي عكا ويافا وعسقلان، لحد ما صلاح الدين وصل للقدس في 20 سبتمبر 1187 وحاصرها 12 يوم لحد ما استسلموا، علشان يقدر يدخل القدس يوم 2 اكتوبر ويصلي في المسجد الاقصى بعد ما نظفوه. الفرق الكبير بقى هنا ان لما الصليبيين اخذوا مننا القدس سنه 1099 قتلوا عشرات الالاف من المسلمين بلا رحمه، لكن السلطان صلاح الدين الايوبي سمح لهم بالفديه، واللي معهوش فلوس يدفع الفديه بيطلق سراحه، غير ان هو حمى الكنائس واليهود وادى حريه العباده لاي حد. طبعا كل اللي فات ده خلى اوروبا تتصدق علشان تبدا تستعد لحمله صليبيه جديده على القدس، لكن صلاح الدين الايوبي وقع معاهده سلام مع ريتشارد قلب الاسد بعدها. وفي النهايه يا صديقي صلاح الدين مات سنه 1193 في دمشق وهو مفلس، وكان صارف كل فلوسه في الجهاد والصدقه واعمال الخير. ده حتى الصليبيين نفسهم اللي هم اعدائه قالوا عنه ان هو شخص نبيل وكريم. والعبره من قصه النهارده ان الوحده والاعداد والقياده الصادقه يخلوا اي حد يكتب التاريخ بايده وكمان يغيره.